السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد من مطبخ هادي. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم صابلي يجي هشيش، يجي يذوب في اليد قبل الفم. نبداو على بركة الله. في إناء عندي 250 غرام مارغرين، تكون بحرارة الغرفة. عندي كيلو إلا ربع زيت. هذا الزيت يعطي للحلوى نتاعنا هشاشة ويخليه يجي هش وطري. هنا درت كيلو إلا ربع سكر ناعم ورشة نتاع الملح باش تعادل لنا الذوق. هنا عندي ملعقة صغيرة فانيليا، تقدروا ديروا السائلة. ونخلط جميع المكونات مع بعض حتى ينسجم الخليط نتاعنا كما راكم تشوفوا. ما تنساوش الا ما كنتش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي جيم وتعليق فضلا وليس امرا. نكمل مع الوصفه نتاعنا. هنا بعد ما خلطت ونسجم لي الخليط كما راكم تشوفوا، نضيف ليه 3 حبات نتاع البيض كاملين حتى هما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. يعني كي نجو نخدموا الحلوى نتاعنا نخرجوا هذيك الزبدة وهذاك البيض باش يسخن شوية ونخلطوا كما راكم تشوفوا. واللي عندها الباتور تستعمل الباتور احسن باش هذاك الزيت يدخل مع هذوك المكونات وما يبقاش يخرج لنا من بعد في العجينه. وهنا ضفت كيلو الا ربع مايزينا تخلي الحلوى نتاعنا تجي هشه وطريه. كما قلت لكم اذا بغيتوا كميه اكثر ضعفوا المقادير مع هذوك المكونات حتى نلموا العجين تاعنا. وهنا بديت نحط في الفرينه. عندي بهذه العلبه فرينه لازم تكون مغربله. هنا عندي كيس خميره غربلته. لازم نغربلو جميع المكونات الناشفه ونبدا نخلط كما راكم تشوفوا. انا هاد العجينه دارت ليا 52 حبه. نتوما اذا بغيتوا اكثر من 52 حبه ضاعفوا المقادير. هنا بديت نجمع بيديا كما راكم تشوفوا حتى نلم هذيك العجينه. وكما تعرفوا باللي الصابلي ما يتعجنش، لازم نحركه بالاصابع فقط كما راكم تشوفوا. هنا زدت كيلو تاع الفرينه ندخلها في هذا الصابلي ناجح 100%. جربوه في هذا العيد ان شاء الله ما يتكمش ما يتشقق، الحبه تقعد هي. هنا درت 3 كيلات نتاع الفرينه وزدت نص كما راكم تشوفوا. ونبقى نجمع نتحصل على عجينه طريه، ما تكون يابسه ما تكون جاريه. اذا يبسنا العجين راح يجينا قاسيه، لازم تكون عجينه طريه. هنا جبت كيس كما راكم تشوفوا نحط عليه العجين تاعنا كما راكم تشوفوا ونغطيه بهذاك الكيس. نجيب الحلال ونبقى نحلل فيه بهذه الطريقه ونبدا نحل بشكل طولي وعرضي باش هكذا العجينه تجينا بسمك واحد، ما تجيناش بلاصه رقيقه وبلاصه غليظه. لازم نديرو بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها وما نرققوهاش بزاف، لانه اذا درناها رقيق راح يتكسر من بعد، لانه هاد العجينه كي عاد فيها الزيت تجي هشه. هنا بعد ما حللته كما راكم تشوفوا
نبدا نطبع بهذا الطابع. نتوما ديروا اي شكل حبيتوه، قلب ولا دائرة ولا كاري، اي شكل بغيتوه. وهنا بديت نطبع في الحبات كما راكم تشوفوا، ودرت الفرن تاعي يسخن، نشعله من تحت. وهنا زدت حليت هذاك اللي تبقى لي كما راكم تشوفون. لازم نحيوهم بالسياس باش ما يتقطعوا لناش، ونحي منه هذيك الزوائد. بعد ما نطبع الحبة القاطن تاعنا نروح نطيبه، نشعله من التحت، ومن بعد نشعله شويه من الفوق ونطفي عليه، ما نخلوش يتحمر باش ما يجيناش الحلوى تاعنا قاسيه. نطيبوه غير يصفر شويه نطفيو عليه. هنا راني نطبع كما راكم تشوفوا. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكذا تستفادوا وتتعرفوا على جميع اسرار نجاح الصابلي، لانه بزاف ناس ما ينجح لهمش. هنا تلقاي جميع اسرار نجاح الصابلي. وديجا كنت درت قبل وصفة صابلي بالكراميل، وكنخلي لكم الرابط لتحت اذا بغيتوا تشوفوه. مع الكراميل مصنوعة في البيت، جاء روعة. شوفوا الفيديو. هنا نكملوا مع هاد الحبات كما شفتوا. هنا درتهم في البلا ونروحوا نطيبوهم ونشوفوهم طيبين. هنا بعد ما طيبتهم شوفوا كيفاه جاو. كاين اللي شويه تحمروا ليا، لازم نتوما تعسوا كي تكونوا تطيبوهم لانهم يطيبوا بالخف باش ما يتحرقوا لكمش، لانه اذا تحمر بزاف راح تجيكم الحلوى قاسيه شويه. هنا عندي كونفيتور مربى المشمش. وملاحظة كي نطفيو عليهم بعد ما يطيبوا نخليهم حتى يبردوا شوية، لانه الوصفة هذه هشة بزاف باش هكذا ما يتكسروا لكمش. بعد ما يبردوا نحيوهم. هنا هذاك المربى نتاع المشمش ضفت له شوية ماء الزهر هكذا باش نخففه باش ما يجيش حامض. وهنا عندي كاوكاو حمصته على النار حتى تحمر، من بعد خليته يبرد، ومن بعد قشرته ورحيته كما راكم تشوفوا. رحيته شويه خشين. بعد ما رحيته شويه خشين في الاشوار غربلته ونحيت هذيك البودره اللي تكون فيه، خليت غير هذاك اللي شويه خشين باش نزين به. نتوما تقدروا تزينوا اي حاجه بغيتوها بالنواض كوكو او اي مكسرات ثانيه، وتزينوا كما تحبوا نتوما. هذه فكره فقط، وكل واحد يدير الحاجه اللي تساعده. تقدروا تزينوهم بخطوط نتاع الشيكولا، تقدروا تزينوهم في الجوانب بنواض كوكو ولا بالكاوكاو. هنا بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا جاو ما شاء الله. ودوكا نروح نلصق حبه بحبه. هنا جبت هذاك الكونفيتور وجبت الحبه هذيك درت عليها الكونفيتور ونلصق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. كما قلت لكم ما لازمش نكثروا الكونفيتور باش ما يجيناش الحبه تاعنا طريه.
ندير غير قسمة نلصقهم مع بعض ونعمر في الوسط كيما راكم تشوفوا حتى نكمل جميع الحلوى نتاعي. كما قلت لكم هذه الحلوى جاتني 52 حبة، تقطع كمية كبيرة ما شاء الله. جربوها وردوا لي الخبر، وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتعم الفائدة ان شاء الله. هنا بعد ما خلصت جميع الحلوى نتاعي جات ما شاء الله بنة وخفة وهشة ما شاء الله روعة، جربوها. هنا كملتها كامل كما راكم تشوفوا، جات روعة. كما قلت لكم التزيين تقدروا تزينوها كيما بغيتوا، تقدروا ديروا لها خطط نتاع الشيكولا، الشيكولا تذوبوها تزيدوا لها ملعقة زيت وديروا بها خطط، ولا من الجوانب ديروا لها كونفيتور بالبانسو على الجوانب وتبسوها في الكاوكاو او نواه كوكو. التزيين يبقى اختياري. هنا نقسم لكم الحبة كيفاه جات هشيشة هشيشة ما شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلى اللقاء.